مش بعيد هتلاقي في الجرايد اعلان رسمي كده، لا يقول لك هنأجر مصر للي يدفع اكتر. هتلاقي دول بقى انت ما كنتش تسمع عنها، موريتانيا تدخل تشتري، جنوب افريقيا تخش تشتري. فهنقسمها ازاي بقى؟ هقول لكم هنتقسم ازاي. عندك شارع السودان هتاخد السودان، شارع السودان بالمهندسين تاخد السودان. عندك مثلا شارع لبنان تاخد لبنان. عندك جامعة الدول السعودية تاخده، مفيش مشكلة. عندك برضو فرغلي بتاع الفواكه، ده برضو ايه، لبنان لبنان شعب مثقف كده فياخدوا فرغلي، بيحب ياكل فراولة كتير. مش هتلاقي حتة تعيش فيها، مش هتلاقي شارع تقعد فيه. يعني يا مرشدين يا سياحيين، مش المرشد الاخوان، لا، دماغكم ما تروحش بعيد. انا مش قصدي مرشد الاخوان، مش قصدي اللي هنشوفه دلوقتي، مش قصدي مرشد الاخوان، لا. مرشد الاخوان انا ما جيتش جنبه خالص. انا بتكلم على المرشدين السياحيين. لما هتيجي بقى ايه ان شاء الله، قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب. لا انا مش قصدي ده خالص، انا بعيد عنه خالص. ربنا يحفظنا، ربنا يحفظنا ويبعدنا عنه. هو اللي بيحكم، ما نقدرش نيجي جنبه. هو اللي بيحكم. نقرب جنبه لا، نبعد بعيد عنه نصوره من بعيد، ناخد له صوره زي اليابانيين كده نتكلم معاه لا. ما بيعرفش حد، خلي بالك، ما بيعرفش حد. ده على طول يعني تحس كده ان هو هادي، وبعدين لازم يتكلم بقى الرئيس وهيروح ملعب لك صوابعه. خلي بالك من صباعه، صباعه بيلعب، فتعرف كده ان في مصيبه جايه. هو طلع، وطالما اتكلم بالصابع يبقى تعرف كده ان في حاجه جايه. واحنا في مصر اصلا مفيش كوارث ولا مصايب، الحمد لله، نحمد ربنا. لا في كوارث ولا في مصايب ولا في حوادث قطورات ولا في كل يوم ناس بتتخطف وبتتدلف فيها فديه. مفيش الكلام ده خالص، الكلام ده ما بيحصلش. هو بس يطلع الرئيس يروح محرك صوابعه، يتكلم بالصابع، ومعنى ان يتكلم بالصابع تعرف ان في حاجه جايه. فيا مرشدين يا سياحيين بصراحه، لما تيجي بقى ايه، هتبيع بقى الرحلات، مش هتبيع مصر. بتحبوا مصريين، تحبوا مصر، لما تيجي بقى الرحله اللي هي الاوبشن، عشان تبيع على الجروبات اللي هي ان شاء الله بقى ايه، اللي هي هتيجي بقى ان شاء الله، ان شاء الله. قول يا رب، قول يا رب. الجروبات اللي هتيجي بقى هتبيع لهم الرحلات. هتبيع لهم الرحلات، هتقول لهم ايه؟ هتقول له بقى عندك ايه، كباريهات، عندك صالات، عندك بارات. هتقول الكلام ده. عندنا فسق، عندنا زنا، عندنا قاسم وعصران وفيصل، ولا عندنا اللي كان اسمه ابو الهول اللي هو اطلقنا عليه ابو الجاسم؟ بناء بقى على الاوبشن اللي هيتباع، عشان الشركات السياحه بقى تخش فيها فلوس، المرشدين يعملوا فلوس، السياحه بقى هتبتدي تيجي مصر. واول مجاميع سياحيه ايران. بصراحه ايران، ما خلاص بقى، ما هو مفيش مجاميع مهتمه قوي الا بايران. ايران بتحب مصر قوي، السياحه الايرانيه بصراحه معاهم فلوس، فاحنا ننشط سياحه في ايران بقى. والله ما يسيب الخير برضه، ربنا يبارك له، ربنا يبارك له، ربنا يديله الصحه. اللي تبص له كده تحس ان بيضحك، ما تعرفش بيضحك ليه، ما تعرفش بيضحك ليه. هدوء من عند ربه، هدوء رباني على هذه الشخصيه الجميله، حاطط النضاره وابتسم كده ووريك سنانه البيضاء. يا خراب يا عسل، والله يا عسل. بص تحس كده هو اصلا بيبتسم، ملاك والله ملاك. بص لابس البدله ولابس الجرافته، وتحس لابس النضاره وهادي. يا خراب، تبص له كده تحس كده بالايمان طالع من عينه. يا ساتر يا ربي. وتحس كده ان هو يعني شخصيه مش معاه، شخصيه مش معاه خالص. الناس بيتكلموا يكلمك في حاجه تانية، والصحافه تكلمهم يكلم في حاجه تانية، ويتكلموا في اي موضوع هو مش معاك، ويروح مديك الابتسامه الهاديه خالص كده. فلازم تحط لك بقى ايه، سرنجه جنبك كده. تحط سرنجه جنبك كده
روح ضارب نفسك بيها. ليه؟ لان هو هادي، هادي خالص. صاب مصر بقى، صاب مصر راح يعمل استثمارات في العراق. طب ما بورسعيد جنبك. بورسعيد ايه؟ لسه بقى نخش على البورسعيديه والولا اينو حط صباعه تحت القطر قلبه؟ مفيش كلام ده. البورسعيديه دول يعني بتوع كلام. نطلع بقى العراق، نعمل استثمارات في العراق. سابوا خالص من مصر، خالص خالص. هو راجل هادي، ما يحبش الوش، ما يحبش الصداع. وراجل ما تعرفش مثلا كان زمان وهو صغنن كان الرضاعه ايه؟ زبادي طبيعي ولا لبن تلج؟ فعادي تحس كده ان يعني ماليش دعوه بالدنيا، مش معاك. ساب مصر، البلد مش محتاجه مشاريع، يطلع العراق عمل استثمارات في العراق. طب ما تعمل استثمارات في بلدك. هو تحس كده ان من نوع ما تعرفش فنان بان ولا ايه، تحس هادي كده، هو يديك ابتسامه كده. ف هو اصلا ما بياخدش لا ترامادول ولا بياخد اي حاجه، بس هو يعني رباني رباني. اسنان البيضه كده بتلمع كده، بسم الله ما شاء الله. والبدله لازم بدله وجرافات. وهو ما بيحبش يسمع، لان هو اصلا لما اكلمه في حاجه هيخش لك في موضوع تاني. هو الراجل مش معاك. هو مجلس الوزراء هو اهم حاجه يهتم بلبن الام. يعني هو عنده صدر الام ولبن الام، هو دي اهم حاجه عنده. لكن بقى مشاكل، مفيش مشاكل اصلا. مفيش مشاكل. هو ما عندوش اي مشكله. مفيش مشاكل، لا مشاكل اقتصاديه ولا ماليه ولا اجتماعيه ولا اي حاجه.